السلام عليكم ورحمة الله. دلوقتي يا احبائي احنا بنحمر بطاطس زي اي حد بيحمر بطاطس، بس بيبقى فيه تكات صغيرة كده ممكن بنضيفها على اساس ان هو يطلع مقرمش وحلو ونبقى معمول في البيت احسن ما نجيبه من بره جاهز. احنا عادي بنقطع البطاطس وبنحطه في ميه وخل عشان ما يسودش، ووقت ما نحتاجه بنصفيه ونحطه في المصفى كده، وبرده بنجيب شويه خل بس معاهم المره دي شويه ملح، ونروح رشين عليه كده اهو حبه ونقلبه. كل ما نطلع حبه نرش حبه عليهم ونقلبه، وبعدين بناخد كده اهوت وعلى الطاسه نكون مسخنين زيت شويه وننزل في الزيت، يكون في زيت يعني غزير شويه الى حد ما، وما تعلوش عليه النار، يبقى النار وسط كده علشان ينشف. كل ما ينشف بس كده، كل ما ينشف هيديكي نتيجه احسن. يعني النار تبقى وسط، مش عاليه قوي ومش واطيه، وهتسيبيه لحد وتقلبي فيه بعد شويه مرتين، تقلبيه مرتين كده وبعد كده تسيبيه لحاله، هتبص تلاقيه هو اتحمر لوحده. هنقلبه ونطلعه وهنرجع نشوفه مع بعض بقى شكله عامل ازاي. ودلوقتي اهو على النار اهو مهدي، يعني مخلين النار عليه وسط مش عاليه قوي، بقى دخل يبقى في الذهبي اهو. هنسيبه كمان شويه كده قيمه 5 دقايق، هتبص تلاقوه ينشف ويبقى جميل. هوريه لكم ان شاء الله. وطلعنا البطاطس المحمر اهو، قلت لكم عليه، حطينا عليه شويه خل وملح قبل ما ينزل الطاسه، وطلع مقرمش وجميل اهو. اسمعوا صوته حتى، سامعين؟ والخل والملح مخلي طعمه جميل جدا. وهنكمل بقى الطاستين، وهنكمل الطاستين 3 اللي فاضلين، نشوف بقى بعد كده هنعمل ايه. وهنكمل بقى الطاستين 3 اللي فاضلين جدا. حتى طعم الخل ده مش باين فيه، هو بيبقى طعمه بس مقرمش وجميل كده. وان شاء الله نخلصهم بقى ونشوف هنحط جنبيهم ايه. السلام عليكم، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.